أما النوم عن صلاة الفجر فالمشتكى لله عز وجل هذا كثير جدا، حتى إنك تجد البيوت مليئة، الحارات مليئة بالسيارات، والذين يصلون لو قيل إنهم لا يبلغون العشر لما كان فيه مبالغة، لأن الحارة الواحدة يكون فيها مئات الناس من رجال وصبيان في السابعة ما بعدها، ثم في بعض الأحيان لا تجد في المسجد إلا الصف الواحد، بينما هم في صلاة العشاء صلاة المغرب يكونون بأربعة الصفوف والخمسة. أين ذهبت هذه الصفوف؟ المتصور أن تزيد الصفوف، لأنه إذا لم ترى أحدا في صلاة المغرب يمكن أنه في عمل، أنه خارج بيته. أما والبيوت ملأى، الحارات ملأى بالسيارات، فأهلها موجودون. فهذا من الأمور العظيمة التي حلت بالأمة، وما كان هذا معروفا إلى سنين ليست بعيدة، ما كان النوم عن صلاة الفجر بهذا الوضع الذي عليه الناس، بل كانوا في هذه البلاد كانوا إذا غاب أحد عن صلاة الفجر عوقب، إنه يأخذه الأمير ويسجنه مدة من اليوم، يسجن فيها يؤدب وربما ضربوه. فلهذا لم يكن من السهل أن يتخلف أحد عن صلاة الفجر إلا لعذر قاهر لا بد منه. ثم لما كثر السهر في الناس صاروا ينامون عن صلاة الفجر، لأنهم والله المستعان يسهرون السهر الليالي الطويلة، ثم ينام الواحد من لا يستطيع. إذا لم تنم قبل الفجر إلا بساعة أو بساعتين لا يمكن أن تستيقظ إلا في النادر القليل، فالقيام للصلاة يحتاج إلى بذل سبب. فلهذا عظمت الغربة الحقيقة بأمر صلاة الفجر والنوم فيها، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الصبح.